امتحنتونا يا اهل فلسطين. وين السعوديه؟ ليش ما تدخلوا تساعدنا؟ ايش ابوي ما عندكم الا السعوديه انتم ولا؟ بعدين انا ما حرد عليك واخلي هذا المعلم يفهمكم. السعوديه ثقيله جدا، لا تتحرك سياسيا او عسكريا الا بشكل نادر جدا، واذا تحركت صنعت فرق. الشيء هذا هو اللي يعطي بصمة للسعودية. قشعرت جسمي لله درك يا رجل. السعودية لا تتحرك إلا نادرا وتتحرك بشكل ثقيل. يعني اصبروا علينا 20 سنة 25 سنة يا أهل فلسطين، لكن في النهاية راح ناخذ حقكم. ليش مستعجلين؟ أبغى أعرف. بس خلي بالكم إذا تحركنا راح نصنع الفرق. يعني كلكم شفتوا السعودية يوم تحركت ودخلت في اليمن، وطلع محمد بن سلمان قال في أسبوعين سأجتث الحوثي، وبعد 9 سنين محمد بن سلمان نفسه طلع في لقاء ويترجى الحوثي إنه يوقف إطلاق النار. وشوفنا كلنا محمد بن سلمان يوم أشترى 400 مليار دولار أسلحة من ترامب، درجة أنه محمد بن سلمان فرض الضايب على الشعب السعودي وجوعهم، لكن للأسف ما شفناه فتح حتى قرية واحدة. لكن للأمانة إذا تحركنا ما نلعب. خلوكم من هذه. يوم قامت الدنيا بين روسيا وأوكرانيا، محمد بن سلمان تدخل على طول ودعم المتضررين في أوكرانيا ب 110 مليون دولار. هذا على فكرة كلام وزير الخارجية السعودي. أنا عارف بيجيني واحد الحين بيقول لي طيب ليش السعودية ما تدعم فلسطين؟ وترى ما عندهم موية والمستشفيات عندهم ما هي قادرة تستقبل الضحايا. يا إخواني يا أهل فلسطين بسألكم سؤال، أنتم مسلمين؟ خلاص شيلوا ليلة لحالكم، احنا ما ندعم مسلمين، بيننا وبينهم مشاكل. فلقروش سيدي صاحب السمو الملك محمد بن سلمان خادم الحرمين الشريفين الله يرحم امكم يا اهل